برج العذراء. شهر نوفمبر داخل يقلب لك حياتك 180 درجة، بس إن شاء الله التغيير المرة دي في صالحك. بص يا عذراء، الشهر ده طاقتك راجعة تاني بعد فترة كنت فيها مضغوط ومش طايق حد. نوفمبر بالنسبة لك هو شهر الهدوء بعد العاصفة. هتبدأ تحس إنك بترجع لنفسك بقوة، وعقلك راجع يشتغل بتركيز. في كذا حاجة كنت مأجلها هتبدأ تتحرك فيها من أول أسبوعين في الشهر، وكمان هتبدأ تحس إن ربنا بيعوضك عن تعب الفترة اللي فاتت. لو كنت حاسس إنك تايه أو فقدت الحماس، الشهر ده هيرجعك لمكانك الطبيعي، وهتحس إنك راجع تكمل الطريق بقوة. في العاطفة يا برج العذراء، في كلام مهم هيحصل بينك وبين شخص قريب منك. لو أنت في علاقة، فالموضوع داخل على مصارحة كبيرة، ممكن تكون عن مشاعر أو عن حاجة كانت مضايقاك. بس الجميل بجد إنك هتتكلم بهدوء، وهتلاقي الطرف التاني متفاهمك. ولو كنت سنجل، الشهر ده في شخص جديد داخل حياتك، هتتعرف عليه بالصدفة، وريحة العلاقة دي فيها طاقة حلوة وراحة. عايز أقولك يا برج العذراء، في نفس الوقت في احتمال كبير إن شخص قديم يحاول يرجع يكلمك من تاني، بس المرة دي أنت اللي هتقرر، مش بالعاطفة، بالعقل. عايز أقولك نصيحة بسيطة يا برج العذراء: اسمع لقلبك، بس ما تديش فرصة للي جرحك قبل كده إلا لو فعلا اتغير. في الشغل يا عذراء، أنت داخل على فترة فيها تقدير وحركة جديدة. عندك فرصة حلوة هتجيلك إن شاء الله، يا إما ترقية يا مشروع يا شغل إضافي. أول أسبوعين في الشهر فيهم ضغط بسيط، حاول تمشي الأمور بهدوء وما تدخلش في نقاشات ملهاش لازمة. بعد يوم 15 الدنيا هتبدأ تفتح لك أبواب جديدة، ممكن كمان توصل لك فلوس أو فرصة رزق ما كنتش متوقعها. كمان في دعم جاي لك من شخص كبير في شغلك أو زميل بيساعدك بنية صافية. برج العذراء، خلي بالك من مصاريفك أول أسبوعين، وبعد كده اطمن الدنيا هتتظبط. واضح يا برج العذراء إنك في شهر نوفمبر نفسيتك بدأت تتحسن، بس جسمك لسه محتاج راحة. نام بدري شوية وما تسهرش كتير وانت بتفكر. لو في حاجة مضايقاك، اتكلم مع حد قريب منك، ما تكتنش جواك. من نص الشهر تقريبا هتحس ان طاقتك راجعة، وهتبدأ تصحى كل يوم بحماس. وكمان يا برج العذراء، في نوفمبر هتشوف ناس جديدة في حياتك، وهتلاحظ ان في ناس بتقرب منك وناس بتبعد. على فكرة الموضوع مش وحش، بالعكس دي غربلة ربنا بيعملها لك لصالحك. هتكتشف إن اللي سابك كان لازم يبعد، واللي لسه موجود فعلا بيحبك. في تواصل أو مكالمة من شخص قديم يا عذراء، ممكن تكون صداقة راجعة، وممكن تكون علاقة كانت باهتة وهترجع تتحسن. نصيحة الشهر ليك يا برج العذراء: ما تبصش وراك، خلاص اللي فات ده اتقفل. نوفمبر شهر البدايات الحقيقية، خد أول خطوة وما تخافش، واللي جاي أحسن بكتير من كل اللي راح. استنوني وباقي الأبراج، نوفمبر لسه مليان أسرار ومفاجآت كتير.